السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أسماء إيديت. كيف دايرين أخواتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وسانك كما العادة، ويلقاكم لا فيديو ديالي بأحسن الأحوال. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، وكذلك مرحبا بالناس القدام. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه شوربة بالخضر بطريقتي، اللي هي طبعا سهلة وصحية وكتجي خفيفة بحال الحريرة. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولهاد المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد لاصوب كتبقى تقديريه على حساب شحال بغينا. بالنسبه للخضر اللي اختاريت انا، عندي هنايا الكورجيت اللي هي القرعه الخضراء، من بعد ما غسلتها مزيان وقطعتها على شكل دوائر كيف كتلاحظوا معايا. كذلك احتاجيت 4 ديال الجزر اللي نقيتهم وقطعتهم على شكل دوائر. عندي حبه ديال الطماطم، عندي المكور اللي قطعته على هذا الشكل، وعندي كذلك القرعه الحمراء اللي مقطعتها هي كذلك على هذا الشكل، 2 حبات ديال اللفت، عندي بصله وحده متوسطه و2 بطاطس ما كبار ما صغار. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج هنايا، عندي القزبور والمعدنوس ربيطه، عندي شويه ديال الابزار، عندي الخرقوم، وكذلك عندي الملحه. بالنسبه للابزار كيبقى اختياري، كاين اللي كيبغيها حاره، انا ما كثرتش بزاف. هنا عندي شويه ديال القزبور والمعدنوس مخلط ومقرد، وعندي هنايا الزيت النباتيه، واللي بغى يدير زيت الزيتون يديرها. يلا خليكم مع لا فيديو. دابا انا غادي نوضع الخضره ديالي في كوكوط كيف كتشوفوا، وراه ممكن نتوما ما تستعملوش هاد الخضره كلها، غير داكشي اللي كيتوفر لكم في المطبخ. ان هادشي كان عندي، قلت انني نشارك معكم او نشارك مع المتتبعين ديالي هاد لاصوب. يلا خليكم معايا باش نكملوا التتمه ديال التحضير. بعد ما وضعت الخضره ديالي دابا غادي نضيف العطريه، وغادي ندير ديك الربيطه ديال القزبور والمعدنوس، وغنوضع الزيت المائده. اللي بغى يدير زيت الزيتون يديرها، انا ما متوفرش عندي. ودرت القزبور والمعدنوس مخلط شويه، وغادي نضيف دابا الماء الكميه الكافيه اللي باش غادي طيب لينا لاصوب ديالنا. انا بالنسبه لي دابا اللي درت ما كافينيش، دابا انا غادي نزيد الكميه الثانيه ديال الماء، نزيد واحد شويه ديال الماء باش الجهد اللي كتغطى لنا الخضره ديالنا باش كطيب. كيف كتلاحظوا هنا زدت دابا الماء. دابا انا غادي نردها فوق البوطه وغادي نخليها حتى كتغلي مزيان، وغادي نرجع معاكم باش نقول لكم المده ديال لاصوب ديالنا فاش غادي طيب. يلا خليكم معايا. من بعد ما غلات لينا لاصوب ديالنا مزيان كيف كتلاحظوا، دابا غادي نقفل عليها وغادي نخليها حتى طيب مدة 45 دقيقة، وغادي نرجع معاكم. من بعد ما طابت لينا لاصوب ديالنا مدة 45 دقيقة وخليتها حتى بردات واحد شي شوية، عاد باش غادي نطحنها. دابا غادي نديرها في الغراف ديال المولينيكس اللي باش غادي نطحن، وغادي نبقى مستمرة تنطحن فيها حتى نكمل الكميه ديالي كامله ديال لاصوب. وغادي نوضعها في واحد الطاوه كيف كتشوفوا معايا، كتجي صراحه رائعه، جات بنينه. دابا غادي نوضعها فوق البوطه حتى كتغلي مزيان، وغادي نرجع معاكم. من بعد ما طحنت لاصوب ديالنا كيف كتلاحظوا معايا، وضعتها فوق البوطه على نار مهيله حتى كتغلي مزيان وكتندمج لينا لاصوب. ومن بعد غادي نضفي عليها البوطه وغادي نحطها وغادي نقدمها لكم. صراحه جات رائعه بزاف. يلا خليكم على فيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال
المهم كيف كتشوفوا من بعد ما طابت لاصوب ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي غزاله ورائعه. المهم الغزالات ديالي، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تخليو لي التعاليق ديالكم زويونين، كذلك ما تنسونيش بلايكاتكم باش الفيديو يطلع. شكرا بزاف بزاف للدعم ديالكم، لهلا يخطيكم عليا. شكرا من كل وقيته كتعطيوها ليا. نقول لكم تهلاو حتى ان شاء الله فيديو قادم الى كتب الله. ما تنسخاش بكم، ولكن ضروري من نهاية لا فيديو نتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير. تهلاو، بسلامة عليكم.